أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة من أبوابها الثمانية أي ما شاء منها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم. طبعا يا جماعة الملاح الأخضر ده زي ما قلت لكم أخضر أو أبيض. أبيض عرفناها من غير صلصة، أخضر ده احتمال تكون على لون الويكة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا يعني عنده المسميين ده أخضر أو أبيض، أنا ما عارفة المسميات دي عشان شنو، فأنا حللتها كده. فالمهم يعني دي بيتميزوا بيه، الملاح ده بيتميزوا بيه ناس الجزيرة، عندهم كتير يعني ناس الجزيرة بيشتغلوا بيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تاني عندهم الويكاب، الويكاب والملاح الأخضر ده، عندهم ملاح الروب، ديل الاثنين يعني بيتميزوا بيهم ناس الجزيرة يعني عموما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. فطبعا من الويكاب زي ما قلت لكم بتميزوا بين ناس الجزيرة. أنا قبل يومين 3 مشيت السوق فلقيته يعني واحد تاجر خات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خات قولوا معايا العطرون، وخات العطرون، وبيقول على شنو الحاجات المربطة الصغيرة صغيرة دي يعني بتلقي فيها الويكاب. فأنا سألته من الويكاب عين فين كده، قال لي انتوا ناس الجزيرة؟ قلت له قال لي ويكاب ما عندنا، الحتة دي ما فيها ويكاب. فطبعا هنا عشان هنا في عطبرة الولاية الشمالية يعني ما عندهم الويكاب، الويكاب ده ما شغالين بيه كتير. ما عارفة، فعين فيني كده بس قال لي انتوا ناس الجزيرة؟ قلت له ايوه. قال لي لا ويكاب ما في. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. طبعا إن شاء الله بفتش بإذن الله. فيعني ده السوق الصغير هنا عندهم في عطبر، عندهم سوق اسمه سوق الاثنين، تخيلي اثنين وخميس عندهم في الأسبوع يومين يعني. فأنا سألته قال لي ما في، لكن إن شاء الله إذا مشينا عطبرة ظروف ودتنا عطبرة أنا حاسأل منه بإذن الله وحنسوي مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا جماعة يا هدى الملاح مكوناته سهلة، والما بيعرف يسوي بسوي، يعني حاجة سهلة شديد ومريحة. فأنت بتخطي بصلتك وبتخطي الملح واللحمة الشطة يفضل يكون خضراء، يعني خضراء أحلى. فأنا ما عندي خضراء عملت الحمراء. طبعا الفلفل بخليه كامل عشان ما يسود لي الملاح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معي هنا شغالين مع البوتجاز بس سخان، وبرضو نحن ما قادرين على البوتجاز. فما بتم 15 يوم و10 يوم، ويعني بين 15 و10 يوم ما بيقعد أكتر من كده. فبنساعده بالسخان وبنساعده بالهيتر، وبرضو غايته الحمد لله على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا جماعة كده بس يكون ملاح يعني كده ملاح جهز. تاني ما عندي حاجة، بس أنا لما أولع فيه النار ما أخليه مقفول، لأنه هو فور وبدفق الملاح بتدفق. بيجي نازل لك في الغاز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. طبعا هنا على وش الملاح كده أول ما يغلى بيديني يعني حاجات كده، بقوم بطلعها بالملعقة، يعني الوش بتاع الشوربة ده أو الريم بتاع الشوربة ده بطلعه بالملعقة عشان يديني لون حلو يعني في الويكة، يعني يديني اللون الأخضر أو الأبيض، يعني ما يكون لون أسخن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يا جماعة من الطرايف أنا الليلة اشتغلتها وعملت جعيرية طبعا، فما صورتها معاكم يعني. جاني ولدي قال لي اسمعي الطرفة دي، قلت لها شنو؟ قال لك يا انت، هو طبعا بيقرا فيها في التليفون، قال لك اصعب موقف يعني انت بتسجل ولا تلقى التسجيل مقفول وكنت بتضحك، فبتقوم شنو تعيد الضحكة، تتصنع عشان تعيد الضحكة. قلت له لا ده ما اصعب موقف عينت كده اللي تليفوني كده يا جماعة التليفون مطفي. فقلت له لا 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 ده ما اصعب موقف. اصعب موقف انك انت بتسوي الحاجة قايل الكاميرا شغالة ولقيت الكاميرا مقفولة، الشعرية كلها طلعت ما في يا جماعة. فقلت له والله الضحكة يعني هو قاعد يعيد فيها، لكن أنا موقفها صعب.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فطبعا ضحك شديد خلاص، قال لي يا والله ضاع عمي موقفي زول ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. طبعا يا جماعة الليلة عملت البث ما شاء الله تبارك الله، كان تفاعل حلو. عندي سدرة ما قصرت معاي، مشكورة كتير. طبعا كان المشتركين 97، فقالت أم شاذة قالت إن شاء الله يعني اليوم ده يقفلوا 100. فقامت قالت لها سيدرا لا حتقفل 100، انا حجيب تلفون امي واخواتي وكلها لازم يقفل 100. مشكوره كتير. فطبعا كل ساعه بتقول لنا ها كده شوفوها بقت 98 99 100، ما قصرت معانا. مشكوره كتير يا سيدرا، يديك العافيه. وإن شاء الله قناتك تكبر وتبقى مليونية بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. طبعا هنا الشوربة، أنا اللحمة بعد حسيت بأنه البصلة ضابت وهي حاجة بطلع واللحمة نضت، بطلع اللحمة أفرمها. طبعا يا جماعة زي ما قلت لكم حسب الظروف بتاعنا، نحن ما عندنا خلاط، أنا بدقها بالفندق عادي أو السحانة. ما عندنا سحانة يعني تبع الخلاط، فبقوم بدقها بالفندق عادي. نسبة يا جماعة الظروف المارة بينا دي، يعني ما هي ما عدم قدرة انك تجيب خلاط او كده، لا انت ما معرف تشتري شنو، بتحاول تشتري الحاجات الاساسية للبيت. عشان شنو؟ عشان انت ما معروف انت ترجع بيتك تمشي حتة ترحل بيها. اذا رجعت بيتك عاوز ترحيل، عاوز يعني كده، زول يشوف الحاجات يعني الاساسية، والباقي ان شاء الله بيعدي كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يعني الفترة دي تعدي على خير، والحرب تنتهي والسودان يرجع أحسن من الأول بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. ما تنسوا خدكم من اللايك، لأن اللايك بيرفع من مستوى الفيديو وبخليه يصلينا لأكبر عدد من المشاهدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا جماعة تسلموا كتير على التعليقات الحلوة. وطبعا أنا أديتكم استغفر الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أديتكم، قلت لكم اكتبوا لي في التعليقات، أنا بشوف الناس يعني الرأي، يعني الأغلبية، الناس الأغلبية إنه المقدمة أخدتها نقص من الصوت. فيعني كان على الأغلبية تخيل لي نفر يعني نفر أو نفرين، فنفر أو نفرين تخيلوا. يعني لغتي دي ما بعرفها غير سوداني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أنا كان دايرة أعرف إنه أشوف الأغلبية إني أخدتها أوطي لها الصوت. ففي ناس قالوا لي والله نحن معاك في أي حاجة، في ناس قالوا لي والله خديها. فاسم شنو؟ تسنيم. فضحكت انا ومشازلي عليه التعليق بتاعها، قالت لي والله تاخديها وتاخدي فيها تحت ساعة الفدا. فانا تذكرت هسي تعليق هسي، فكنت قلت لي يا مشازلي ان شاء الله عشان تسنيم نقوم ناخد مرة نفس المقدمة، لكن في النهاية يعني نعمل شنو الصوت بدل العصفور ناخد ساحة الفداء يوم لتسنيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. يا جماعة دايراكم تفيدوني في التعليقات، يعني دايرة أعرف الأغلبية شنو استغنى عنها. في واحدة قالت لي استغنى عنها هاجر. في ناس قالوا لي أيوة حلو صوت العصافير حلو وطي الصوت. فيعني 3 تعليقات تسنيم وهاجر، وتخيل لي تقوى 3 تعليقات جني. يعني أنا كنت عاوزة أشوف يعني هي تعليق براو، فأنا كنت داير أعرف الأغلبية شنو عشان أقدر أحدد يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يا جماعة الملاحظة بيعتمد لي على الويكة لازم تكون مع حلوة يعني. فدي الويكة جابوا لنا رطل من السوق، فأول مرة أجربها معاكم
جبتها قدامكم وفتحتها فطلعت يعني حلوة. يعني الويكة لو ما كانت سمحة يا جماعة ملحك ما حيكون سمح، يعني حال الويكة حتخرب لك الملاح. الويكة اللي بتدي طعم للملاح يعني. كانت لحمتي كتيرة. طبعا الملاح الأبيض بيعتمد لنا على اللحمة، يعني عاوز لحمة كتيرة بيبقى طاعم وحلو، يعني ما بيحتاج لي بصل كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللحمة والويكة، الويكة أهم شيء، أهم من اللحمة. يعني اللحمة ممكن تكون أقل من كده وبيطلع ملاح سمح، لكن تكون ويكتك حلوة. فهنا يعني ما شاء الله تبارك الله عملت معاي زي 3 معالق، لا معاي الملاح كانت ويكة حلوة شديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين.